مرحبا بكم في قناة تحفة تيوب. في آخر أخبار الصحف عدل الملاح، وبعد أن تم تحديد 23 من هذا الشهر موعدا لاستئناف الحكم الذي سلط عليه، وذلك بعد أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من أسبوعين، حيث كشفت جريدة الخبر يوم أمس أن التعجيل في النظر لمحاكمته من جديد جاء ذلك بعد بيان رئاسي عاجل كون حالة الصحفي عدل الملاح الصحية كانت في خطر، وذلك ما كشف عليه المحامون الذين رفعوا قضية لجمعية حقوق الإنسان العالمية والعديد من الجمعيات، خصوصا وأنه لم يعد قادرا على الحركة إلا بصعوبة كبيرة وإصابته بشلل خفيف في بعض أطرافه، كما أنه صار يعاني من انخفاض حاد في معدل السكر في الدم، ويلاحظ عليه ضعف في البنية الجسدية حتى أصبح كالهيكل. فهذا الوضع أدى بمحامي عدل الملاح إلى رفع شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى هيئة دستورية تابعة لرئاسة الجمهورية، لاعتقادهم أن ظروف اعتقال عدل الملاح في السجن لا إنسانية. وحسب المحامي إبراهيمي فإن الشكوى رسميا وصلت إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وكل المؤسسات المعنية التي اكتشفت بأن عدل الملاح دخل في مرحلة خطيرة قد تودي بحياته، لهذا وصلهم أمر رئاسي بعدها بتقديم المحاكمة ونظر في الحكم الأول. وبعد هذا التدخل الرئاسي والتعجيل في محاكمته، يأمل المحامون وتفاءلوا بأنه سيخرج بالبراءة، خصوصا وأنه حسب أقوال عدل الملاح أنه لم يفعل شيء يستوجب سجنه كل هذه المدة. وكان عدل الملاح يتناول يوميا كوبا من الماء لا أكثر ولا أقل، وأصبح الصحفي عدل الملاح لا يستطيع حتى تحرك رجله اليسرى، وذلك إلا بصعوبة بالغة، وكذلك جهته اليسرى كاملة، فهو تم نقله إلى عيادة الحراج في عديد المرات كونه يعاني من مرض القلب وأمراض أخرى عديدة. كما أن الصحفي عدل الملاح طلب من الجزائريين التضامن معه، وذلك بالوقوف بجانبه لينال حريته والعودة إلى عائلته. كما أكد أيضا أنه لا يريد عفوا بل يريد حقا في الحرية كونه لم يخالف ومكانه بين عائلته وليس هناك. فهل أنت متضامن مع الصحفي عدل الملاح، وما رأيك في هذه القضية؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات وشكرا.